نحن في الجزائر قد اخترنا الوقوف إلى جانب العدالة، إنهاء الاستعمار، الحرية، اخترنا تقرير المصير وحقوق الإنسان. وهذا الالتزام يأتي أيضا لينطبق على نضال الشعب الصحراوي الذي ينتظر منذ قرابة نصف قرن أن تحقق الأمم المتحدة العدالة من أجل هذا الشعب. لأن الصحراء عبارة عن جنة أفضل من المدن في الجزائر، حيث يقف الناس في طوابير انتظارا للحصول على القمح والدقيق والحليب. هذه الجزائر التي تنفق المليارات من الدولارات لتمويل الجماعات الانفصالية وتقوم بتجويع شعبها. اقرأوا التقرير الصادر عن خبير حرية التجمع الذي قام بنشر تقريره بعد أسبوع من زيارته للجزائر، حيث يصف القيود المفروضة على الحركة وعمليات السجن وتوجيه الاتهامات الكاذبة ضد الأطراف المختلفة. هذه الحرية التي تتحدثون عنها في الجزائر، هذا هو حق تقرير المصير الذي تتحدثون عنه. اسمحوا لشعبكم بأن يتمتع بحق تقرير المصير قبل أن تطالبوا بنفس الحق للشعوب الأخرى. نحن سنبقى حتى نهاية الزمن. انظروا إلى الصحراء وانظروا إلى تقدم التنمية. نقوم بالبناء ونعمل على إنفاذ سيادة القانون، ونسمح لجميع من هم في منطقة الصحراء وفي المناطق المختلفة ومنها البوليساريو السابقة يستطيعون إدارة هذه المناطق ويستطيعون الحصول على الموارد ويمكنهم المشاركة في الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. أتمنى زملائي الأعزاء أنه في المرة المقبلة عندما تفتحون أفواهكم للحديث عن المغرب أن تفكروا قبل أن تتحدثوا، أن تفكروا مليا. تكررون ذلك على مدار 50 عاما، تقولون أنكم طرف محايد في هذه المسألة وأنكم لستم بطرف فيها. مرت 50 عاما ادعيتم فيها الدفاع عن هذا المبدأ، ولكن من أنتم؟ من الجزائر؟ من أنت يا السفير إن لم تكن طرف في هذه المسألة؟ ما الذي كان يدفعك إلى أخذ الكلمة إن لم تكن طرفا في هذه المسألة؟ استمعنا في فترة ما بعد الظهر إلى الكثير من الوفود التي استغلت حق الرد، ولكن هذه الوفود لديها نزاعات مباشرة. ولكن لماذا أخذت الجزائر الكلمة؟ أخذتها لأنها محايدة، أم لأنها ليست طرف في هذه القضية، أم لأنها تدافع عن مبدأ أو تدافع عن الاستفتاء؟ أنتم تقومون بتشويه التاريخ حيث تتجاهلون ما تقوم به الأمم المتحدة. تتحدثون عن استفتاء وتتحدثون عن قرارات مجلس الأمن، بينما تنسون أن مجلس الأمن على مدار 23 عاما لم يشر إلى أي استفتاء، ولكنك كمحام تحاول أن تدافع عن مبادئ وعن انتهاك القانون. إن كنتم حقا تلتزمون بالقانون، إن كنتم حقا تحترمون القانون وكان ذلك جزءا من تاريخكم، لماذا لا تطبقون ذلك في موطنكم، حيث هناك من كانوا متواجدين قبل نشوء الدولة ويطالبون بحقوقهم منذ عقود؟ لقد رفضتم أن تمنحوهم هذه الحقوق وترفضون أو تتحدثون عن الشعب الصحراوي. إذن لماذا تقومون بغلق المعسكرات؟ لماذا تمنعون عمليات تسجيل الأشخاص هناك إن لم تكونوا طرفا في ذلك؟ أنتم تقومون بعكس ما تحاولون القيام به. الجميع يتساءل في القاعة لماذا تفعل الجزائر ذلك إن لم تكن طرفا؟ لماذا ترسل الجزائر مذكرة للأمين العام رفضا للقرار؟ لا يوجد أي دولة عضو في الأمم المتحدة قامت بإرسال رفض ونبذ لهذا القرار، ولا يوجد أي بلد يقوم بإرسال خطابات تندد وترفض فيها قرارات لا تتصل بها اتصالا مباشرا. لماذا ترفضون المشاركة في الطاولات المستديرة والمشار إليها في قرارات مجلس الأمن؟ الجزائر، أنتم طرف،
أنتم ترفضون الاستماع إلى مجلس الأمن وتنتقون القرارات التي تناسبكم وتنسون غيرها. لدي خطاب هنا من زميلك السابق مؤرخ 22 يوليو تموز، ويقول الجزائر على استعداد للنظر في مقترح يخص تقسيم منطقة الصحراء بين الصحراويين ومملكة المغرب. وكان الرد من جانب المغرب في اليوم نفسه هو لا أبدا، لا تقسيم مع أي طرف، لا نقبل أي تقسيم لشعبنا شعب المغرب ولا لهذه المنطقة. أنتم تشوهون التاريخ وتحاولون أن تقدموا أنفسكم وكأنكم لا مصلحة مباشرة لكم، ولكنكم عليكم مسؤولية. إن استمرت الأزمة في الصحراء لمدة 50 عاما أخرى فستكونون أنتم السبب، وبالرغم من ذلك لازلتم تدعون أنه لا مسؤولية عليكم وأنه لا صلة لكم بالأمر، بل الأمم المتحدة تقول لكم عليكم أن تأتوا إلى هذه المفاوضات، وتعتمد الأمم المتحدة القرارات وأنتم ترفضونها. تتحدثون عن قرارات الجمعية الأخيرة وتتحدثون عن الاستفتاء وتحاولون أن تقدموا الأكاذيب للجمعية العامة وللمجتمع الدولي، كما تكذبون على من تقومون بوضعهم في معسكرات تندوف وتلوحون بالاستقلال في وجوههم، وذلك لإنشاء كيان يعتمد على جهاتكم الأمنية. هذه الجزائر التي تتقدم بالتعازي وتعرب عن التضامن، هي الجزائر التي تسعى لتقويض وحدة المغرب والتي تفعل ذلك على مدار 50 عاما. الجزائر التي حرصت على مدار 50 عاما لتسليح وتمويل ودعم الحركات الانفصالية، الجماعات المسلحة التي لها صلة بالإرهاب الدولي. كان يحدوني الأمل في أن يكون هناك شيء من الاحترام أو المزيد من الاحترام من جانب زميلي الجزائري، ولو حتى لضحايا الزلزال الأخير، ولو حتى إكراما لمن راحوا ضحية الزلزال والأحداث الأخيرة. ولكن يبدو أن ذاكرتكم قصيرة، فلا يوجد مبادئ لحسن الجوار ولا احترام لمبدأ التسوية السلمية للنزاعات، ولا حتى الشجاعة في تحمل المسؤولية عن السياسات وأجندات زعزعة الاستقرار المتبعة في المنطقة. انظروا حولكم إلى ما يحدث، زعزعة الاستقرار الكاملة، حالة عدم استقرار كاملة. الحدود الوحيدة المستقرة موجودة في المغرب، البلد الوحيد المستقر هو المغرب. في الواقع يمكن أن أتحدث لساعة أو ساعتين، ولكن سأتوقف هنا سيدي الرئيس. تيلي بلوس، تميز ومصداقية.